السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بالجميع في القناة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم راح نحضر معكم وصفة البوب كورن المعسل، بوب كورن بالكراميل، كما تاع المحلات بطريقة جد سهلة، وراح تعجبكم بزاف وتعجب وليداتكم ان شاء الله. ما تنسوش دعمونا في القناة باللايك والمتابعة بيلحقكم كل جديد. ونبداو على بركة الله بتحضير وصفة تاع نهار اليوم. في طنجرة راح نحطو ربع كأس من الزيت، وراح نضيفو له كأس ناقص أصبع من الفشار على نار متوسطة. نقعد نخلط هذاك الخليط تاعي باش يدخلنا الفشار مليح في الزيت، ونخلوه يطيب لنا. بعد ما يبدا يطيب هذاك الفشار نغطو عليه باش ما يطرطقناش على نار هادئه، باش او ميم طون ما يتحرقناش هذاك الفشار اللي من تحت. كل مره نقعد نخلط باش يطيب لنا هذاك الفشار كامل. كما راكم تشوفوا الفشار تاعنا طاب لنا، راح نحوه نخلوه يبرد. من جهه اخرى راح نجيبو في مقلاة نديرو كأس من السكر باش يعني نخدمو الكراميل تاعنا، ونحطوه نخلوه يذوب. كما راكم تشوفوا بدا يذوب لنا السكر تاعنا. نقعد نخلط مليح حتى يولينا شكل بهذا اللون، يعني لون اصفر. ما تخلوش يطيب بزاف باش ما يتحرق لكمش، ومن بعد راح يجيكم كراميل تاعكم مر. هنايا بعد ما ولا لي بهذا اللون راح نضيف له يعني نصف ملعقه من الزبده، ونخليه تذوب لنا ديك الزبده مليح ونحطوها على جنب. هنايا راح نحط الفشار تاعي في الصحن باش نضيف له هذاك الكراميل تاعنا بهذه الطريقه. وبعدين راح نجيبو ملعقتين ونقعد نخلط مليح باش يعني يتخلط لنا هذاك الكراميل مع البوب كورن تاعنا. خدموها مليح باش او ميم طون، لانه كي تخدموا بملعقتين الكراميل ما يقعد لكمش في التحت خلاص. وفي الاخير هاي لكم نتيجه تاع البوب كورن تاعنا تاع نهار اليوم، مقرمش ومعسل ما شاء الله، خير من تاع المحلات. تحضره لوليداتك يعني في 5 دقائق. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. وهنا معليا غير نقول لكم نلتقي في عدد اخر في وصفه جديده ان شاء الله، والى اللقاء.